طيب ازيكم يا جماعه. كنت من قيمه اسبوعين 3 كده دخلت فيلم الست لمروان حامد بطوله منى زكي تأليف احمد مراد. وبصراحه انا ما كنتش هخش الفيلم ده لان كنت مراهنه عليه شويه، مش من ناحيه الاخراج ولا من ناحيه التأليف ولا من ناحيه اي حاجه، بس كنت شايفه ان منى زكي مش لايقه قوي على الدور. مش علشان هي ممثله مش شاطره، ما اقدرش اقول كده خالص، بس عارف الجمله اللي منى شلبي قالتها في فيلم اسف على الازعاج لما الصوره تبقى حلوه قوي والبرواز حلو قوي بس تيجي تحطهم مع بعض تحسهم مش لايقين. ده اللي حصل. انا كنت حاسه اللي هو مش هتليق قوي على الدور، بس لما دخلت الفيلم لا، حاجة تانية خالص. مش بس من ناحية الإخراج على قد من ناحية التمثيل كان حلو قوي. يعني أنا منى زكي في بعض اللقطات لو أنت شفت انترفيوز لأم كلثوم هتحسها هي فعلا، يعني هي اللي بتتكلم، وباين لك جزء دنيوي شوية من الشخصية، وده طبيعي لأن في ناس لما هجمت الفيلم ده طبعا قالوا إنها إزاي أنت تطلعها بتعمل كده، أو اللي هي ممكن تبينها إنها مش عايزه اقول مش سالكه في حاجات، بس اللي هو طبيعيه يعني. وانا شايفه ان ده فير بصراحه المروان حامد عمله، علشان هو لازم يبين لك الشخصيه، هي ايقونه وكل حاجه، بس لازم يبين لك الشخصيه والجانب الدوني بتاعها. بس هو ما طلعلكش يعني الجانب مش سوي قوي بشكل يخليك تنفر منها وتحس اللي هو ايه ده بجد هي كانت بتعمل كده خالص. هو بشكل انت تتقبله طبيعي. انا بعد ما خلصت الفيلم والفيلم خلص قعدت اعيط عياط مش عارفه ليه، فضلت اعيط ولا كأن ام كلثوم دي كانت خالتي، واتأثرت. وفعلا الاخراج كان حلو والموسيقى التصويريه يعني خطيره. انا قاعده وحاسه ايه، انا عارفه الاسلوب ده، وقلت هو لا مش هو، استنى شويه. وانا عارفه وانا حاسه ومتاكده، بس ما قلت بقى في الاخر انا بحب اقعد اشوف الكريدتس في الاخر لان هي جزء من الفيلم. لقيت موسيقى تصويريه هشام نزيه، قلت هو ده. والله العظيم كانت مامتي دخلت معايا الفيلم نص السكه عماله اقول لها انا كنت متاكده ان هو هشام نزيه، لان انا عارفه اسلوب هشام نزيه، مش بس علشان هو شاطر، لا هو عشان ليه بصمه. فانت لما بتسمع مزيكته من غير ما تكون عارف ان هشام نزيه هو اللي عامل الميوزك دي، تكون لا هو ده اسلوب هشام نزيه. فالموسيقى التصويريه والتاليف والاخراج والتمثيل واختيار الادوار في حته تانية. النهارده انا مش هتكلم عن الفيلم على قد ما انا هتكلم عن مروان حامد وازاي هو كمخرج مؤثر معايا انا شخصيا كمتفرج، وان هو بالنسبه لي توب 1. يعني لو حصلوا ليتر بوكس جم سالوني مين اكتر مخرج انتي بتحبيه هقول لهم مروان حامد. فانا هتكلم عن مروان حامد بمنظور المتفرج اللي بيحب يتفرج على افلامه، لان انا الراجل ده شفت له افلامه كلها ما عدا فيلم التخرج اللي هو كان عامله ساعه ما اتخرج من معهد السينما، اللي هو فيلم ليلي، ده الوحيد اللي لسه ما شفتوش. فانا هتكلم عن مروان حامد بالتاثير اللي هو سابهولي، وان انا ليه جاي اقول لك انت لازم تحب مروان حامد. مش لازم تحب مروان حامد كشخصه او كافلامه، ومع اني اشك ان حد يكون مش بيحب افلام مروان حامد، بس علشان هو كمخرج بيفكر فيك انت كمشاهد. هو لما بيقول لما انا باجي اعمل فيلم انا بحب اختار حدوته، هي حدوته انا بحكيها للناس. بشوف فيلم انا كمشاهد اصلا احب اقطع له تذكره سينما واخش اتفرج عليه ولا لا. فهو بيحط نفسه مكانك قبل ما يختار العمل. كون ان هو شايفك مش ان انت بس مجرد اداه، ان هو فيلم يعمل لك فيلم تجاري مثلا وخلاص من غير قصه ولا حدوته ولا حبكه، لمجرد ان هو بس هيطلع ترند في العيد او هيطلع ترند في وقت من الاوقات فيلم منك فلوس وخلاص. دي في حد ذاتها تخليك عايز تقدره، يعني خليك لا انا محترمك انت عشان انت بتفكر فيا انا، عشان انت بتفكر فيا انا كمشاهد كده. وغير كمان ان هو بيكون مختار عمل روائي اغلب الاوقات، لان الخيال بيبقى فيه واسع قوي، عشان كده تلاقي اعماله مع احمد مراد كتير قوي. احمد مراد ده المؤلف للفيل الازرق الجزء الاول والجزء الثاني، وكيرة والجن والست والاصليين وتراب الماس. فلما اتسال اشمعنى احمد مراد، ممكن هو مثلا انتوا تكونوا يعني بتعملوا مع بعض اعمال كتير، هو قال احنا بنرتاح مع بعض في الشغل، لان هي الموضوع ده مش بيبقى سهل قوي ان انت تلاقي حد يقدم لك الحاجه اللي انت عايز تقدمها بشكل مريح. مروان حامد بيقول ان هو عايز يعمل افلام تايمليس ملهاش وقت، يعني انت تشوفها في اي وقت من الزمن تقدر تتفرج عليها من غير ما تحس ان هي قديمه او قلشه او
وعلشان كده لما هو بيجي يتسأل كذا مره في كذا انترفيو قالوا له انت هتعمل بقى امتى افلام كوميدي او مش بتفكر تعمل افلام كوميدي، قال لهم لا بفكر، بس هو ما فيش حاجه جات له متحمس لها. وفي نفس الوقت الكوميدي من وقت للتاني، من عصر للتاني بيختلف. كنا نعمل حاجه كوميديه تعيش مع الناس، وولادي وولادك وولاد ولادهم يشوفوها، دي يعني مش سهله قوي. هو كمان في الافلام بتاعته بيحس بالمتعه، يعني هو دايما بيتكلم عن ساعه التصوير الفيلم، هو بيحس بالمتعه لما بيجي يصور الفيلم، لان هو بيستمتع وهو بيخلق العالم ده. فبيخلق عالم للفيلم لوحده، وبعد ما الفيلم ده بيخلص العالم ده بيكون انتهى. فعشان كده بقولك هو عايز افلام تايمليس، هو بيخلق لها عالم لوحدها، وبعد كده بعد ما العمل ده بيخلص بيقول ان هو بياخد بريك فتره طويله عشان برضو يشحن، لان هو بيكون واخد فتره كبيره قوي في تصوير، الموضوع بيبقى مهلك يعني. فبعد ما بياخد فتره الراحه بيشوف فكره تانية جديده، ومش بيحبس نفسه في الفكره القديمه اللي هو اوريدي عملها في الفيلم، يعني ما يفضلش عايش في نفس العالم اللي هو كان عايش نفسه ساعه تصوير الفيلم، وبيخلق عالم جديد لفكره جديده هو بيكون متحمس لها. فهو بيقول ان لما بيصور فيلم بيبقى في متعه وانس ان تصوير الفيلم انتهى وخلاص، احنا خلصنا تصوير وخلصنا مونتاج وخلصنا الحاله اللي هم كانوا عايشين فيها في الفيلم، المتعه دي انتهت بالنسبه له. ليه ممكن بقى تحب ليه مروان حامد؟ عشان مروان حامد مخرج مغامر قوي. هو بيختار الافلام بالنسبه لي انا كمشاهد صعب قوي انها تتعمل. يعني مثلا في الفيل الازرق ده ريسك كبير قوي قوي، انت بتعمل موضوع هو شبه ما اتطرحش قبل كده في السينما المصريه، يعني في سايكولوجي وفي جن في الموضوع، يعني الموضوع خيال واسع قوي ومش سهل ان هو يتعمل. حتى هو بيقول احنا يعني مش يعني الفيلم لما بينزل صالات العرض هما مش بيكونوا عارفين رد فعل الجمهور هيبقى عامل ازاي، ده في اي فيلم من افلامه هو مش عارف الجمهور هيستقبل الفيلم ازاي. فعشان كده الفيل الازرق كان من الريسكات الكبيره قوي، وصعب قوي تلاقي حد مش عارف الفيل الازرق، لان هو فعلا فيلم دغدغ شباك التذاكر سواء الجزء الاول او الجزء الثاني، لان هو فعلا فيلم صعب قوي ان هو يتعمل، والتمثيل صعب، واختياره للادوار بالذات الفيلم الفيل الازرق الجزء الاول يخليك تحس بالتعاطف مثلا اتجاه شخصيه يحيى راشد اللي عملها كريم عبد العزيز. at some point انا كنت متعاطفه معاه، رغم ان هو ما بيعملش حاجه عدله تقريبا، هو الكحوليك او بيشرب خمره كتير، بيلعب قمار، بيعرف بنات وستات كتير، مراته وبنته ماتوا في حادثه عربيه هو تقريبا السبب فيها لانه كان شارب. at some point يعني انت مش عارف، بس هو برضو بتحس بالتعاطف مع يحيى راشد بالذات في السين لما كان، حتى هو مروان حامد حكى عن السين ده في انترفيو لما كان كريم عبد العزيز ونيلي كريم واقفين او قاعدين عند النيل تقريبا، بيحكي لها اللي حصل، وهو عمل الدور ده بشكل كويس قوي كريم عبد العزيز ونيلي كريم. فهو قال المفروض في السين اللي هو بيحكي لها الحادثه حصلت ازاي او اللي حصل ده حصل ازاي، بيبقى فيه فلاش باك يصوروا فيه الحادثه حصلت ازاي. فتقريبا صوروا اول سين بس هم عشان السين عملوه حلو قوي، فقال لا لو احنا نزلنا السين بتاع الحادثه الناس ممكن تفقد التعاطف مع يحيى راشد، او اللي هو السين او الحزن بتاعه هيفقد القيمه، فبالتالي خلوا بقى المشاهد هو اللي يتخيل السين بتاع الحادثه ده حصل ازاي. لو هنتكلم مثلا عن فيلم ابراهيم الابيض، الفيلم ده لما نزل حصل عليه ضجه شويه، لان هو زي ما بيقولوا كده اللي هو بلطجه، وان انت مطلع احمد السقا في دور بلطجي من الاخر يعني. بعد ما ابراهيم الابيض نزل في السينمات حقق نجاح، في بعد كده افلام اتعملت حاولت تقلد فيلم ابراهيم الابيض، زي مثلا لو هنتكلم عن عبد موته مثلا، ده تقريبا اول حاجه اتعملت بعد ابراهيم الابيض علشان زي يقلدوه فيها. طيب احنا ليه ممكن مثلا نشوف ابراهيم الابيض كنوع من الابسولوت سينما، وليه ممكن نشوف عبد موته بلطجه؟ لو احنا هنتكلم مثلا عن ابراهيم الابيض كان عنده موتيف، كان هو بادئ لك الفيلم اصلا بايه؟ بفلاش باك وهو صغير عشان تعرف هو ليه بقى كده او ايه اللي وصله لكده. حتى في الاسم يعني هو حتى جايب لك ليه متسمي ابراهيم الابيض. اتسمى ابراهيم الابيض عشان هو اول يعني جريمه عملها كانت ان هو ضرب، مش عايزه احرق لحد بس اشك ان يعني حد ما يكونش شاف فيلم ابراهيم الابيض، بس ان عشان هو جرح حد او ضرب حد بسكينه ودستح ابيض يعني فاتسمى ابراهيم الابيض. لو هنيجي مثلا عند عبد موته مثلا، هو ما كانش ليه موتيف بجنيه انه يبقى كده،
هو بس شويه استعراضات لشويه عضلات وشويه حركات بس كده في المعارك، وكام جمله فيها قافيه بتتحط على ظهر التكاتك وخلاص. فبالتالي هو ما كانش فيه موتيف ان هو يبقى كده خالص. ونهايه ابراهيم الابيض هي نهايه مش ورديه ولا حاجه. فيعني هو كده كده مروان حامد في الفيلم ده بينها لك من كل الزوايا. حتى هو قال هو انا مش مطلع لك المناطق دي او الاماكن دي، مش مطلعها لك بس عشوائيه فيها فقر، لكن انت فعلا لو ركزت في اي سين هو مفيش زباله مثلا. يعني دي من التفاصيل اللي انت في الفيلم تاخد بالك منها، ومفيش زباله فعلا في الفيلم خالص، رغم ان هو بيصور في العشوائيات. يعني في نفس الوقت في ابراهيم الابيض هو بيحكي لك حدوته وبيحكي لك قصه ليها شخصياتها ومغزاها ومعناها، والسكريبت او السيناريو معمول حلو قوي. فبالتالي انت مستمتع بالحوار، انت مستمتع بكل سين بيحكي حاجه. فبالتالي اقدر اقول على ابراهيم الابيض ابسولوت سينما، وعبده موتة او اي حاجه اتعملت بعديه لا، هي استعراض بس المهارات القتاليه والخناقات بتاعه الشوارع وشويه جمل بتتقال وخلاص. حتى لما الناس قلبت على فيلم عبده موتة والدنيا كانت بايظه يعني، فلما كانوا عاملين انترفيو كده مع المنتج احمد السبكي تقريبا، جاب سيره مروان حامد، ويعني زي ما بيقول طب ما هو مقدم اهو، طيب يعني ليه بقى ده بلطجه ده مش ليه بلطجه وبتاع. بيقول ليه طيب علشان هو ابن وحيد حامد. هو مش عشان ابن وحيد حامد، ووحيد حامد اللي ما يعرفوش ده من اجمل المؤلفين والسيناريست في تاريخ السينما كلها. مروان حامد يبقى ابن وحيد حامد الله يرحمه. فزي ما بتقول كده هو ابن الوز عوام، هو مش شرط علشان هو ابن وحيد حامد، بس عشان هو شاطر وعارف يقدم لك حاجه. فهو مش عشان ابن وحيد حامد، هو عشان هو مخرج شاطر وعارف يطلع لك بشكل او باخر فيلم يتحكي. فمن الاخر مروان حامد من المخرجين اللي بيختار ادوارهم بعنايه، بيحب ياخد جاب ما بين كل فيلم وفيلم علشان يطلع فكره فعلا هو متحمس لها، فكره فعلا تبقى حلوه تطلع لك انت كمشاهد وتبقى مبسوط بيها، مش موضوع انها تبقى تجاريه وتجمع فلوس وخلاص. هو طبعا ده بيبقى من العناصر المهمه في انتاج الفيلم او ان انت تطلع فيلم، لان في الاول في الاخر ده اكل عيشك، فطبيعي هو هتكون برضو عايز تكسب من وراه، بس مش دي دايما المين بوينت. يعني لما تسال مثلا الفيل الازرق الجزء الثالث فيه ولا ما فيش، هو قال ان شاء الله هيبقى فيه، يعني هو هيبقى فيه في المستقبل، بس مع ذلك هم لسه ما لقوش فكره اتحمسوا لها او احمد مراد الهمته حاجه ان يعني يبقى في تكمله للجزء الثالث، عشان احنا برضو لازم يعني نكمل بنفس المستوى، مش هينفع نقل. كمان مروان حامد مش مخرج تقليدي بيقدم لك الفكره تقليديه بحته فتحس انها متكرره خالص 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 تماما. يعني زي ما قلت لك هو بيختار في اغلب افلامه الروايات عشان هي بتبقى خيالها واسع، فبالتالي لما هو يعمل لك فيلم خياله واسع دي بتبقى ريسك وبيبقى حمل عليه، لان هو بيشوف ان لو هو المشاهد العمل الروائي ده هو قراه، فهو خلاص اخرجه في دماغه يعني. فبالتالي لما انا اخرجه له على شاشه يعني ريسكي، وانت فعلا بتكون خايف من ردة فعله لان انت مش عارف ردة فعله هتبقى عامله ازاي. ممكن الفيديو ده ما يكونش كفايه على الكلام اللي انا عايزه اقوله اكتر من كده، بس عشان الليل هيليل والشمس هتروح وانا بصور بره، ودي اول مره في حياتي اصور بره. ممكن نعمل فيديو تاني نتكلم مثلا عن مروان حامد تاني بشكل مفصل اكتر. ممكن اعمل فكره جات لي كده ان انا اعمل سلسله فيديوهات بتكلم عن المخرجين اللي انا بحبهم او اثروا معايا انا بشكل شخصي. فالمنظور بتاعي عن مروان حامد منظور شخصي بحت، علشان هو كمخرج مؤثر انا معايا شخصيا. هو كمان بدايته ما كانتش سهله خالص، لان اول فيلم هو عمله كان عمارة يعقوبيان، عادل امام، نور الشريف الله يرحمه، عندك خالد صالح وخالد الصاوي وباسم سمرة ومحمد امام ويسرى، يعني ليله كبيره قوي قوي قوي، والفيلم تقيل والفيلم طلع حلو قوي. ابراهيم الابيض شخصيات برضو صعبه، احمد السقا مع محمود عبد العزيز الله يرحمه. الفيل الازرق اختياره لخالد الصاوي في شخصيه نائل دي محتاجه تساؤل، يعني انت فكرت فيها كده ازاي من كتر ما هي ظابطه قوي كده. خالد الصاوي عامل تاتو مصيبه يعني خالد الصاوي عامل يعني ايه اصلا خالد الصاوي بيعمل تاتو وانا عادي؟ ما تحرقش يا يحيى، ما تحرقش، خليك تتعاطف مع الشخصيات. انا بتعاطف معاه، يعني انا شخصيا تعاطفت مع ابراهيم الابيض وتعاطفت مع يحيى راشد اصلا بالنسبه لي هير مي اوت، بس يعني هو كريم عبد العزيز كله على بعضه هير مي اوت يعني بس شخصيه يحيى راشد بالنسبه لي جذابه، يعني ما حدش يسالني ازاي، هو انا اللي توكسيك غالبا، بس يحيى راشد انا بحب شخصيه يحيى راشد. فتحياتي لمروان حامد، مخرج من مخرجين الجيل
صعب قوي تلاقي زيه. واتمنى ان البريك اللي بياخده ما بين كل فيلم وفيلم ما يطولش قوي، لان اخر فيلم عمله كان كيرة والجن قبل فيلم الست، وهو بقاله 4 سنين 5 سنين، بقاله سنين يعني. فيعني يا ريت يعني يا ريت نعجل في كده شويه. هو لو قدم اي حاجه انا هتفرج عليها، اي حاجه مكتوب عليها اخراج مروان حامد انا هتلاقيني في اول الصفوف يعني. قبل ما الدنيا تليل بسرعه، بان ان احنا بنتكلم عن مروان حامد وهو مخرجي المفضل، فالنهارده هرجح لك كل افلام مروان حامد من اول عمارة يعقوبيان لحد فيلم الست. دي مسؤوليتك انت. عندك عمارة يعقوبيان، الفيل الازرق الجزء الاول، الجزء الثاني كيرة والجن، تراب الماس، اصليين، حاول افتكر كده تاني في حاجه تانية، وابراهيم الابيض. انا خايفه انسى لان هو ما عملش يعني افلام، مش معدي 10 افلام يعني. مسؤوليتك ودورك ان انت تشوف كل افلامه. مش لازم تحب مروان حامد كشخصه ولا مثلا كمخرج لو انت مش عارف تتقبله، بس حبه علشان هو حطك في الاعتبار يعني. اوكي كده اي مخرج لازم يحط مشاهد في الاعتبار، بس مش دايما كل المخرجين بيعملوا الموضوع ده. في اللي واخد الصناعه كصناعه فلوس وخلاص او علاقات. حب مروان حامد عشان هو كمخرج بيحبك وعايز يقدم لك حاجه فعلا عليها القيمه، فبالتالي هو بياخد وقت فعلا عشان ينزل لك فيلم. البشره بتبريك اوت زي ما احنا شايفين، ممكن بس عشان ايه الاضاءه قلت، بس عشان محدش يقول لي ايه سلامتك من حصبه. اشوفكم الحلقه الجايه. هتبقى في الاوضه عادي، انا قلت اجرب موضوع بره كده، جت صدفه و I guess يعني مش اوحش حاجه في الحياه، بس احنا بس ايه محتاجين الشمس تطول عن كده شويه. اشوفك الحلقه الجايه. باي باي.